أبيض بقى، يا نهار أبيض لو جربت الرنجة بالطريقة التحفة دي، حاجة كده مش عايزة أقولك، خطيرة خطيرة خطيرة. طعمها كده بيودي الرنجة في حتة تانية خالص 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 خالص. حاجة كده ما شاء الله. هتجيبي بقى الرنجة، هتشويها عادي خالص أو تقشريها زي ما بتحبي، وهتمسكيها بقى كده ايه تفصصيها حتت صغيرة. وهجيب بقى طماطم وفلفل حامي. لو حابة تحطي بصل مفيش مشكلة، بس أنا حطيت طماطم وفلفل بس. حطيت فلفل أحمر وفلفل أخضر. عايزة بقى تحطي فلفل كوبي كمان حطي، بس أنا بقى بحب أحط الفلفل الحامي. لو مش بتحبي الحامي خليه فلفل بارد. بس كده. هتجيبي بقى معلقتين زيت وتقلبيهم فيهم بقى تقليبة كده بس خفيفة واحدة بس. يعني هياخدوا على البوتاجاز كده حوالي 3 ثواني بس. هتنزلي بقى بالرنجة بتاعتك اللي انتي مقطعاها حتت صغيرة. هننزل بقى بالرنجة كده كمان. ونقلب برضو تقليبة كمان ونسيبهم حوالي دقيقة بس، دقيقة بس على البوتاجاز. طبعا الرنجة نكون مقشرينها كويس شايلين منها كل الشوك بتاعها. ونسيبها بقى دقيقة. مش قادرة اقولك طعم الرنجة كان عامل ازاي. لو عايزة بقى تحطي طحينة حطي، عايزة تضيفي ليمون برضو حطي. لو انت مش حابة تضيفي الحاجتين دول براحتك جدا جدا. لو حابة تسيبيها كده بس. حطي بقى ليمون وحطي طحينة لو انت حابة تحطيها، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. ما شاء الله حلوة جدا جدا. وغير الرنجة التقليدية وطعمها حلو قوي قوي. وبسيطة جدا جدا، ممكن تعمليها دي بقى في اي وقت كده، حلوة وطعمها حلو خالص خالص. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الفكرة يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.